أهلا بكم. هل يستفيد أشرف حكيمي من الأصوات الإفريقية والعربية في التصويت الخاص باختيار صاحب الكرة الذهبية يوم 22 من هذا الشهر؟ هل الأصوات العربية ستتحد أخيرا؟ هل الأصوات الإفريقية ستقف وراء أشرف حكيمي ليفوز بالكرة الذهبية؟ نحن نعرف أن هناك 100 صحفي وإعلامي سيقومون بعملية التصويت، وسيعطون نقاط ل10 لاعبين من المركز الأول إلى المركز العاشر، والنقاط تعرفونها، وبروتوكول التصويت تعرفونه: 15 نقطة لصاحب المركز الأول، 12 نقطة لصاحب المركز الثاني، 10 نقاط لصاحب المركز الثالث، 8 نقاط بالنسبة للمركز الرابع، 7 نقاط بالنسبة للمركز الخامس، ثم بعد ذلك السادس 5 نقاط، السابع 4 نقاط، الثامن 3 نقاط، التاسع 2 والعاشر 1 نقطة. أي بقدر ما كنت دائما في المقدمة ستحصل على عدد نقاط مهم جدا، وبالأخص حينما يتم اختيارك في المركز الأول. اليوم من 100 مصوت هناك 29 مصوت ينتمون إما لإفريقيا وإما إلى العالم العربي. سأعطي أسماء الدول التي ينتمي إليها المصوتون، وهنا يجب أن أذكر مرة أخرى أن الذي يصوت لا يمثل البلد، ليست له الصفة الرسمية ليمثل البلد، هو ينتمي إلى البلد ولا يمثله، بمعنى الطابع الرسمي الذي يكلف به شخص يمثل البلد منتفي وغير موجود، فقط هم إعلاميون ينتمون لهذه البلدان. وفرانس فوتبول اختارت البلدان 100 الأولى في تصنيف الفيفا. نأخذ على مستوى العالم العربي، سنرى بأن هناك 13 دولة عربية موجودة في هذه القائمة. إذن نبدأ بالمغرب في شخص زميلنا مصطفى بدري الذي هو الذي سيصوت. هناك مصر، هناك الجزائر، هناك تونس، هناك قطر، هناك العراق، هناك السعودية، الأردن، الإمارات، عمان، البحرين، سوريا وفلسطين. 13 دولة. والآن ماذا عن الجانب الإفريقي؟ إذا ما استثنينا 4 دول موجودة أصلا على مستوى العالم العربي، وهي المغرب، تونس، الجزائر ومصر، تبقى هناك 16 دولة إفريقية بإمكانها من خلال التصويت أن تعطي صوتها لأشرف حكيمي أو لا تعطيه. هناك السنغال، هناك نيجيريا، هناك كوت ديفوار، هناك مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، غانا، الغابون، غينيا، زامبيا، أنغولا، أوغندا، غينيا الاستوائية، البنين وموزمبيق. إذن 13 دولة عربية زائد 16 دولة إفريقية، في المجموع يعطينا 29. وهذا رقم مهم جدا لأنه يمثل كما قلت تقريبا ثلث المصوتين. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا: هل سنضمن هذه الأصوات؟ بمعنى أن من أصل 29 بلد هناك 29 إمكانية لكي يكون أشرف حكيمي في المركز الأول ب15 نقطة عن كل دولة. هل هذه الدول مقتنعة فعلا بأنها ستمنح صوتها لأشرف حكيمي، أم أن هناك دول ستغير رأيها، قد تعطيه للاعب آخر؟ نتذكر التصويت على احتضان كأس العالم 2026 كان ذلك يوم 15 من يونيو، وكان في موسكو عشية انطلاق كأس العالم 2018. كان المغرب في سباق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكان التصويت ينتظره الجميع، وكان التفاؤل يسود الكثير من الأوساط، ليس فقط الرسمية في الوفد الرسمي المغربي، ولكن حتى على مستوى الإعلام. وسئلت أنا وكنت في البرنامج
الصباحي في موسكو في الساحة الحمراء مع بين سبورت، وسئلت هل فعلا ما يتم الحديث عنه بأن الصراع سيكون محتدما؟ قلت لا، لأن الأمور تمت تسويتها، والفيفا اختارت الجبهة التي تريدها، واختارت الجهة التي ستنظم كأس العالم، وبعد ذلك هي توجه عملية التصويت. لذلك لاحظنا أن أكثر من 11 دولة عربية لم تصوت لفائدة المغرب، بما فيها دول شقيقة وصديقة. أذكر تاريخيا أيضا كأس العالم 2006، وحينما كان التصويت وكان المغرب موجودا، كان محمد بن همام عضوا في المجلس التنفيذي، أي أنه كان يملك صوت، وصوت ضد المغرب، وأقصي المغرب منذ الجولة الأولى بصوتين فقط. وكانت آنذاك نوال المتوكل في الوفد الرسمي وبكت وبحرقة، لأن لم نكن نتخيل أن نأخذ صوتين فقط ونقصى من الدور الأول. ولكن هذا كان خطأ استراتيجي للذين فكروا في أن يترشحوا أمام عملاق اسمه ألمانيا. وبعد ذلك بن همام غير رأيه، وفي 2010 صوت لفائدة المغرب، الملف المغربي، وكان ذلك في 2004. إذن عملية التصويت تنبني على عدة أمور، واليوم هؤلاء الإعلاميون، للمعلومة فقط حتى ينتبه الجميع إلى التفاصيل الدقيقة التي تحددها مجلة فرانس فوتبول. إن مجلة فرانس فوتبول حينما اشتركت مع الفيفا لاحظت بأن المعايير التي كانت لديها والمصداقية، درجة المصداقية التي كانت لديها، بدأت تهتز من خلال بعض الاختيارات التي كان يقومها بعض المصوتين في دول لم يكونوا على دراية تامة بما يحدث في الموسم الكروي. اليوم فرانس فوتبول طلبت من المصوتين عدم الإدلاء بأي تصريح قبل التصويت، قد يكون بعد التصويت، ولكن أن يعطوا تصريحات للإعلام أو يتحدثوا عن المعايير أو يتحدثوا عن أشياء أخرى، هذا أمر لا تريده مجلة فرانس فوتبول. أن يبتعد المصوتون 100 عن أي لقاءات صحفية وإعلامية، وهذا عين الحق. لذلك هذه المصداقية التي يجب أن نحافظ عليها هي التي تجعلنا نكون مطمئنين. اليوم أشرف حكيمي هل سيستفيد من هذه الأصوات؟ هل فعلا ما نقرأه في الصحف العربية وفي منصات التواصل الاجتماعي وفي منصات إعلامية إفريقية على أن هناك تعاطف مع أشرف حكيمي وأنه فعلا يستحق أن يكون صاحب الكرة الذهبية، هل ذلك سيترجم على أرض الواقع من خلال تصويت صريح؟ اليوم إذا أخذنا بالأرقام، وهو أعتقد أنه أمر مستحيل، 29 دولة تصوت لفائدة أشرف حكيمي، هذا سيعطينا 435 نقطة مضمونة. يبقى من سيصوت في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الوسطى كونكاكاف، في آسيا، في أوقيانوسيا. يجب أن يكون اللعب مكتسحا ومقنعا للجميع. والحالة هذه اليوم أن هناك تشتيت للأفكار، أن الأسماء المقترحة هي، وبالأخص حينما تحدث عن ديمبلي وعن لامين يامال وعن فيتينيا وعن لاعبين آخرين بما فيه محمد صلاح، يكون دائما ذهاب بعض الأصوات إلى بعض اللاعبين يحرم لاعبين آخرين من الاستفادة منها لتعزيز موقعهم والطمح إلى انتزاع هذه الجائزة. ما هو مؤكد بأن الصراع سيكون على أشده، وبأن مفاجأة قد تحدث. هناك من يتحدث اليوم بأن عثمان ديمبلي لم يلعب كثيرا، وبأن هناك، لا أقول لوبي،
ولكن هناك أطراف تفضل أن تعطى الجائزة ليمين جمال، وهذا أمر شعرنا به. وكانت هناك بعض المؤاخذات من الجمهور المغربي على بعض زملائي السابقين في بيئين لأنهم فضلوا. أنا أعتقد بأن الموضوع هو موضوع اختيار ذاتي، ولا ينبني على شروط موضوعية. مهما اجتهدت ومهما حاولت أن توجد شروطا ومعايير موضوعية فستجد دائما، وأنا أعطيكم موعد أنه يوم التصويت وبعده حينما ستنكشف الأمور ستفاجؤون. في كثير من الدول بإعلاميين صوتوا للاعبين لا يمكن أن يمروا حتى في خيالكم أثناء النوم، وتعطاهم نقاط على حساب لاعبين مجتهدين متميزين. ولذلك دائما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك من سيصوت على لاعب لا يخطر لك على بال. ولكن الأهم أن اليوم الحديث هو عن أشرف حكيمي. متى كان لنا لاعب مغربي يوضع اسمه ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية؟ هو حلم راود الكثير من اللاعبين، ولكن لم تتحقق الشروط النموذجية لكي ينضج اللاعب ويتألق ويتميز ويصبح اسمه ساطعا لامعا ويتداول من قبل خبراء الكرة ومن قبل الإعلاميين المتمرسين، ويوضع اسمه ضمن المرشحين الأوائل. لدينا مرشح آخر وياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، وهنا بالطبع الحديث عن أشرف حكيمي أجل الحديث عن بونو، ولكن يكفينا فخرا بأن ياسين بونو اختير ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الذين لعبوا كأس العالم للأندية الأولى ب 32 فريقا. لا نتحدث عن أشرف حكيمي لأنه كان موجود في اللائحة، ولكن أن يكون حارس خرج من الدور ربع النهائي ولم يلعب نصف نهائي ولا نهائي ويقطع الطريق على كل الحراس المتميزين، هذا فقط يعتبر لوحده فخرا لياسين بونو. يوم 22 سبتمبر قادم إلينا، وربما قد تحدث أشياء لم تخطر لنا على بال. في أمان الله.